تقودنا إلى التمتع بأنواع الأطعمة دون الانتباه إلا إذا ما كانت صحية متوازنة أم لا. صحيح كندا، ومع اقتراب الحقيقة عيد الميلاد والذي يوافق يوم الأحد القادم تبدأ التحضيرات للمأكولات الشهية بهذه المناسبة، والتي هي بالطبع غنية بالدسم والسكريات، ورغم ذلك لا يمكننا إلا أن نضعف أمامها وننسى كل القوانين الصحية. هي إذا كنا أصلا بلشنا بتطبيقها، هون لازم يكون في سؤال مهم: هل يمكننا أن نستمتع بهذه المأكولات ونتجنب أضرارها بنفس الوقت؟ الجواب ومعلومات أخرى مع ضيفتنا اختصاصية التغذية لما النائلي. صباح الخير لما. صباح الخير كندا. صباح الخير لما. صباح الخير أنسام. يعني طبعا نحن مثل ما ذكرنا بالبداية انه العيد، يعني طبعا نحن على ايام اعياد لما، وكنا فترة من طبعا الفترات بنكون صايمين الحقيقة عن الاكل، ما بنكون متعودين على الا نظام غذائي معين بعيد عن كل ما هو شهي يعني، وخاصة نحن بنعرف فترة الاعياد بتكتر شوي الحلويات اكثر حتى من الاطعمة الاخرى. فنحن هون شو ممكن هيك شوي نحكي عن هذا الموضوع؟ هلا انسام، طبعا بدنا نقول لك كل عام وهن بخير لكل الاشخاص اللي عندهم عيد يوم الاحد. طبعا هلا مثل ما قلتي انه هن بيكونوا عم ياكلوا اكل نباتي، بعيد عن المأكولات الدسمه، بعيد عن المنتجات الحليب ومشتقاتها. هلا يوم العيد ممكن يمرقوا لهم بالاسبوع، يعني مثلا يوم اي يوم، لا انه بس بالعيد بتعرفي بقى من الصبح للمساء حتى كمان. صح، مشان هيك نحن كثير اليوم بدنا نحاول نعطي نصائح سريعه كيف ممكن ياكلوا بيوم العيد بدون ما يزيد وزنهم، بدون ما يتضايقوا، بدون ما يصير معهم تربكات بالجهاز الهضمي. هلا اول شيء طبعا انسام، اذا نحن رايحين على سهره عيد الميلاد، نحن ثلاثه مثلا، بتمنى انه من الصبح مو ما ناكل شيء مشان نروح ناكل كثير. بتمنى انه نحن نتناول طعام صحي بقلب النهار مشان ما نروح كثير جوعانين على السهره وناكل كل شيء قدامنا، لانه انسان اكيد اذا رحتي كثير جوعانه. لا، وفي ناس بالفعل مثل ما قلتي يعني بتروح كده انه بتقول في عندها عزيمه ما بياكلوا فما بياكلوا، بينتظروا انه لا بدهم ياكلوا باثناء العزيمه، صح. فبياكلوا اكثر بياكلوا اكثر بكثير، وبصيروا كل شيء بتحطي لهم اياه بياكلوا. مشان هيك انا بتمنى نبلش نهارنا بفطور مشان نحن نحد من الجوع للمساء. نتغدى غدا صحي، ممكن سلطه خضراء مع تونه مع دجاج ممكن، او مثلا ممكن ناخذ كوبين من اللبن، كثير بيحدوا من الشهيه وبنفس الوقت بيغذونا. بس هيك عملتي لنا الغدا كثير صحي. غالبا بالعيد بتجتمع العيله كلها على مائده طعام، وغالبا بتكون اكله صعبه او هيك بننطرها يعني للعيد، ويمكن الطبق الاساسي بيكون بعيد الميلاد هو ديك الحبش اللي صح. معمول بعده انواع، في ناس بيأجلوه للمساء، في ناس الظهر. صحيح. خلينا نحكي عن هالطبق بحد ذاته، كونه غني بالمكسرات او بالدسم وبكثير تفاصيل. هلا كندا الحبش كثير صحي وكثير مفيد إذا أخذنا طبعا صدر الحبش. صدر الحبش هو طبعا أغنى المواد البروتينية بالبروتينات المفيدة، وأكيد بالأحماض الأمينية المفيدة والمغذية كثير، وكمان هو أخف أنواع البروتينات دسم. يعني إنسان صدر الحبش هو أخف شيء دهون بين السمك، بين الدجاج، بين أكيد انواع الاخرى من اللحوم. مشان هيك انا كثير بنصح الاشخاص اللي حابين يتناولوا حبش يتناولوا، لكن الصدر وينزعوا اكيد الجلده او الدهنه اللي بتكون فوق. اكيد. هلا الحبش كمان حابه احكي عليه انه هو غني بالتريبتوفان، الحمض الاميني اللي بيخلينا ينفرز عنا السيروتونين بالدماغ. حاكين نحن كثير قبل على السيروتونين، هو اللي بيخلينا اول شيء نكون سعيدين اكثر، مبسوطين. ثاني شيء بيخلينا ننام بالليل نوم هادئ، لانه بيخلي السيروتونين ينفرز التريبتوفان، ونحن كثير بنكون ريلاكس وبنكون مبسوطين وبننام نوم هانئ. هلا طب نحن عم نحكي عن الحبش، تمام. هذا معناته لازم يتواجد عندنا بشكل دائم. بس اللي بدي اقوله كمان انه نحن مع الحبش انه بنعرف دوما لما انه في شيء مكمل هو زينه الاطباق تبع عيد الميلاد، اللي هن الكستنه، هي كثير متوفره وبتكون هي الاساسيه بالزينه. صح. شو ممكن نحكي عن يعني هالماده هي الكستنه؟ الكستنه هي مثل ما نحن بنعرف انه بنتناولها بالعيد وخلال الشتويه كثير. مشان هيك انا بنصح انه نحن نتناولها، لكن كثير بحذر، لانه كل 100 جرام يعني كل نص وقيه تقريبا فيها من بين 220 ل 250 سعره حراريه.
يعني كتير كتير. هي حتى لو هي مشويه، ايه طبعا، لانه في ناس بتستخدمها مثل مارون جلاسيه اللي هي لسه تمام. بيكون اسوء الوضع، صح، مع القطر وسكر صح، اسوء بيكون وضعها. هي المشويه يعني نص وقيه كستنة فيها تقريبا 250 سعره حراريه، يعني قد 12 ملعقه سكر صغار. هلا الكستنة كتير مفيده وكتير مغذيه، لكن هي فيها تقريبا 2.5% دهون بس، وفيها تقريبا 4% بروتينز، والباقي كله مواد نشويه. يعني كنت ما خطر لك تساليها باعتبار هي بتقول الموالح انه قبضه ايد، فالكستنة ما بعرف قديش هون بدك تحددي لك، ما رح توصل لقبضه اليد كم وحده ابدا. لا، ممكن تتناولي من حبتين ل3 يعني لا مانع. هي طبعا حبتين 3. ايه، حبتين ل3 اكيد متخيله شكل صينيه الكستنه لما بتتقدم المساء، خاصه اذا في ضيوف واذا هيك أكيد. برد. على كل حال موضوع المقادير فعلا هو موضوع عادي لازم نبلش نتعود صح عليه. هلا كده. لحتى ما احرم حالي شيء يوم عيد الميلاد من الاكلات صح. الطيبه، شو النصيحه؟ بعد عن الخبز، بعد عن الحلويات، اعطينا هيك نصيحه تكون عمليه كرمال الناس تستمتع بكل اطباق عيد الميلاد. صح. لا، انا ما حقول لك انه نمتنع عن الحلويات، لانه اكيد الناس تكون عم تستنى لتاكل اكيد حلويات العيد. هلا مكن تتناول باعتدال، يعني ممكن تسكبي صحن مره واحده، يعني ما تتعودي عاده انك تسكبي كثير، حتى ما، لانه اكيد السمنه اضرارها امراض القلب والضغط والشرايين والسكري. يعني نحن لا مانع نتناول طبق الحبش مع الكستنه، لانه الكستنه مثل ما حكينا كثير مفيده، والحبش كثير مفيد، لكن ما نبالغ بوضع الرز. مثلا 3 ل 4 معالق طعام مو سكب، بيكونوا كثير كافيين وبيكونوا بيشبعوا ومغذيين. على فكره لازم نستغني عن ملعقه السكب، انا عم بكتشف من كثره المقابلات، يعني هي المعلقه الكبيره السكب وصحنين 3 بينحطوا تحت بعض كرمال انه صح. كل شوي تمددي وجبه الاكل، يعني والله هي حل ممكن كتير تساعد. كثير جيد وكثير منطقي كندا، صح. بس اذا كان الاكل طيب والرز مفلفل ومبهر فكمان الناس ما حتقدر تقول لك 1 2 3 انه بده يستمتع، لانه احيانا الجمعه كمان لما ما بدنا ننسى انه هي صح. بتعطيكي قابليه اكثر. صح. يعني انه انت بتنسي بجوز بتاكلي اكثر لسه من الاوقات العاديه اللي انت بتكوني اذا فيها كنتي لحالك بالجامعه واذا كان في اطباق كثيره، مشان هيك انت حاولي ما كثير تسكبي من الكل، لانه اذا بدك تسكبي من كل صحن لقمه لقمه بدك تلاقي كثير اخذتي بصحنك. يعني حاولي انه انت تاخذي اكثر اكله بتحبيها تسكبي منها كطبق رئيسي، وتنقي شيء مرافق جنبه اخف بيكون دسم وسعرات حراريه من اكيد الاكله، لانه ما ننسى انه الاكله الحبش مع الرز والكستنه بتكون دسمه، فيها كثير مواد دسمه، بتكون فيها ملح كثير، والملح ما ننسى بيعمل ووتر ريتنشن، احتباس بسوائل الجسم. تمام. هلا اذا كنا عم نتناول هالاطباق خارج المنزل، فيمكن لازم نحط بعين الاعتبار انه في اكل مر عليه وقت طويل برا البراد، فقد من فوائده، اي اطباق لازم نتجنبها خارج المنزل؟ كثير حلو انه ذكرتينا نسلط الضوء على انه نحن ننتبه، خصوصي بهذا اليوم مو بيكون كثير في زحمه تمام، وفي اطباق كثيره وعاملين شيء من قبل، كل شيء بقلبه مايونيز او صوص ابيض نحاول نبعد عنه شوي قدر المستطاع، حتى لو الوقت بارد. هلا حتى لو الوقت بارد، لانه بالمطاعم بيكون دافي، بيكونوا هن مدفين المطعم، كثير سرعه تاكسد وتزنخ البيض، وخصوصي بياض البيض الموجود بالمايونيز كثير بتكون سريعه. مشان هيك انا بنصح دائما نحن نبتعد كمان على الاطباق النيئه، يعني مثلا عندك انت مثل اذا كان في شغلات الكبه النيه، تماما الهبره والكبه النيه، حتى اذا ممكن لاحظنا انه ممكن إلى نكهه مثل الحمص او المتبل، مو هن بنحط لهم لبن، إذا لاحظنا في نكهة حموضة نبتعد عن تناولهم، لأنه ولو معلقة صغيرة ممكن تأثر فينا. طيب نحن شو رأيك هلا نتوقف مع استطلاع أجرته الزميلة نجوى جناد حول موضوعنا، وبعدين بنتابع حوارنا معك. أوكي. بنحضر أكلات للسهرة، مثلا تبولة هيك قصص، كبة وبرك، وعم نشتري ضيافة شوكولا ومعمول عشان نضيف يلي بيجوا ليعايدونا. نحضر كل شيء، أكلات، حلويات، عنا نعمل كنافة، هاي عيدنا خصوصي للأرمن، فيها جوز وكنافة نكبسهم، نجيب حلويات كمان، فواكه، أكلات أرمنية، مثلا كبة لبنية بنعمل، ونعمل نلف يبرق باللحمة، نعمل يالانجي، كبة، يعني رز وسبانخ، هيك أكلات بنعملها. هلا هذا العيد بنساوي دجاج محشي
شاكرية، بعدين ورق عنب كبة، بس أول يوم دجاج محشي، ثاني يوم كبة ورق عنب معمول. كعك العيد هذا كعك بحليب معمول بجوز فستق حلبي عجوة. أول شيء الديك الرومي لازم بالسهرة نعمله مع الشوربة وأكلات طيبة، والحلو دائما الجراس والضيافة هي، والحلو أشكال ألوان. كثير ما المزيد من المعلومات لما عم بتخبرنا عنه وارقام وسعرات حراريه. كعك العيد اللي هو ريحه العيد، صح. عم بتقولي لنا قطعه واحده بالعجوه فيها كميه 300 سعره حراريه. طب هي قديش الواحد اذا بده يحرقهم برياضه قديش بده يتعب حتى يحرق؟ لا هي انت تخيلي الصحن اللي بيتقدم لك بالعيد والاصرار على انك تذوقي من كل قطعه واحده. طب كمان باعتبارنا عم نحكي عن الحلويات انه نوع كمان خاص جدا جدا بالميلاد هو البيج دو نويل. نحن بنعرف كمان انه هيدا الاكله لا يمكن ان تفوت يعني بهالمناسبه هي. صح، لا بنقدر نتناولها لكن اكيد باعتدال. يعني هلا انت اذا حابه انك تاخذي بيج دو نويل قطعه كيك صغيره، لا تبالغي بتناول الحلويات الثانيه. يعني اسكبي مره واحده، هي تعوديها دائما عاده. نسكب صحن في قطعه بيج دو نويل صغيره وبس، ما ناخذ مثلا معمولتين جنبهم لانه معمولتين 600 سعره، شويه جيليه وشويه جيليه مثلا 200 كالوري، وقطعه البيج دو نويل مثلا شيء 700. هي خلص احتياجك اليومي من السعرات الحراريه بصحن الحلو. بقى هيك اكيد بيصير عندنا زياده بالوزن ويصير عندنا عسر هضم، وكل اللي اشتغلناهم قبل بدنا نكون عوضناهم بهاليوم. هلا المشكله يعني هو مو يوم واحد. هلا لو يوم واحد يمكن ما بيلحق يبني الجسم يعني كل هالدهون، بس هي للاسف هي عاده فيها استمراريه. صح. يعني صح، وخصوصي الحلويات. يعني هلا بيكون من الاحد من عيد الميلاد لراس السنه كل يوم نحن بنتضيف وكل يوم بناكل. هلا انا كثير بتمنى من انه نحن اذا رحنا زرنا حدا وعم نعايده بالعيد ما يشد علينا كثير بالصحن، انه كله يضيفوا كثير بيشدوا انه لا بدك تاكلي بدك تاكلي. هلا ممكن نحن في شخص ممكن اللي جاي يزورنا معه سكري، عم يتبع حميه معينه، معه مثلا مشاكل الجهاز الهضمي، ما نبالغ ب يعني ما نلح ابدا بهالموضوع. يعني ما له تاثير صح. بالضيافه او الواجب، بالعكس نظام صحي. كمان يعني انه ما بدنا كمان يعني مو بس نلح، انه هلا في اشخاص احيانا بيزعلوا منك انه انت جيتي لعندهم وما ضيفتيهم، فانت بتضطري انك احيانا يعني تتضايقي بس انه تسايريهم. فكمان هن انه لا يعني المحبه مو هي بس عن طريق الاكل والتقديم الضيافه او شيء. هلا اذا كثير بيحبونا خلينا يضيفونا شوكولا. الشوكولا انا بسميها الحبه السحريه. اذا اكلنا قطعه شوكولا سودا يوميا الصبح صغيره، طبعا هي كثير بتقي من الزهايمر وكثير مضاد اكسده بامتياز، واكيد هي من الاغذيه اللي بتعزز من افراز السيروتونين بالدماغ. طب هيدي شوكولا مره انه في الواحد ياخذها اكثر من مره؟ مثلا هلا في ناس تاخذها الصبح، في ناس تاخذها مع فنجان القهوه بعد الظهر. هلا قطعه واحده باليوم كثير بتكفي. مع انه بتحاول دائما انسان انه تمددي لها الكميه بس ما عم تزبط. مره قطعه واحده باليوم. قطعه واحده انسان بتخليكي سعيده، غنيه بمضادات الاكسده، بتقي من الجلطات، وبنفس الوقت بتشبعك. يعني هي بتكفي. عم نحكي على شوكولا فيها نسبه كاكاو عاليه، مو اي شوكولا من 70% وطلوع اكيد، وما فيها سكر ومواد مضافه. هلا ما دام عم نحكي على الكميات، في نقطه ذكرتيها بحلقات سابقه كثير مهمه بالعيد. احيانا بنصغر قطعه الشوكولا او بنجيب البيتي فور اللي هو دايت والى اخره، فبالنتيجه بناكل كميات مضاعفه. انا صارت يعني بتجربه شخصيه انه على اساس دايت بس انت بتصيري بتاكلي ضعف الكميات. خلينا نرجع ناكد على هي النقطه. صح اكيد كثير حلو انه نحن نذكر بهذا الموضوع. هلا في كثير اشخاص مثلا بيجيبوا كيك دايت. يعني انا من الاشخاص بعمل كيك دايت، بس مو انه دايت معناتها ابدا ما في سعرات حراريه. يعني ما ننسى انه هو بيكون اقل سكر اقل دهون، لكن بيحتوي على سعرات حراريه. مشان هيك نحن للاشخاص اللي كثير بيحبوا ياكلوا كيك وهن من الاشخاص اللي بيبالغوا بتناول الكميات اذا كان دايت، بتمنى انه ياخذوا القطعه العاديه، يشبعوا اكيد رغبتهم بالحلويات بالطعم المثالي. بالطعم المثالي، يعني يتعودوا على الكميه الصغيره. هي قصه نتعود على الكميه الصغيره اهم بكثير من قصه انه نحرم حالنا تماما من الماده. حكيك مزبوط. مشان هيك انا كثير بتمنى من الاشخاص انه يصغروا الكميات ويسكبوا مره واحده دائما.
طب انه هي معناتها بده يكون هي العاده يعني كمان انت ما بتقدري انه بهي الفتره انك انت تجي يعني كيف بدي لك تعلمي العالم بهي الفتره، انه المفروض يكون تمام. واحد عنده كمان انه من قبل يعني هو معود حاله عامل مزبوط. دائما نحن لازم نعود حالنا، وخصوصي هو بالعيد انسان هن بيكونوا الاشخاص ممتنعين، اغلبهم بيكونوا ما بيتناولوا المنتجات الحيوانيه، تجي تطعميهم كيك ودسم بصير معهم سوء هضم، بصير معهم نفخه وغازات وكثير مشاكل بالجهاز الهضمي. هلا انا كثير بنصح الاشخاص اللي هن بيتبعوا الصيام النباتي اللي هن على المنتجات النباتيه حصرا، كثير بنصحهم انه هن يا ريت خلال فتره الصيام دائما يتناولوا مكملات غذائيه للفيتامينات بي، لانه عندنا الفيتامين بي 12 مو موجود الا بالمنتجات الحيوانيه. مشان هيك انا كثير بنصحهم انه دائما ينتبهوا لفتره صيامهم من هالسنه، انه دائما يتناولوا مكملات غذائيه للفيتامينات بي، لانه اكيد الفيتامين بي 12 اذا ما اخذناه بصير عندنا مشاكل بالمشاكل الجلديه ومشاكل بالمواد الاستقلابيه بالجسم. تمام. هلا لازم ناكد بالنسبه للي عندهم اطفال واللي بينطلقوا لاكل الحلويات او ما بنعمل ابدا اي ضبط لموضوع الطعام، شو النصيحه الاهم والواقعيه اللي ممكن يطبقوها اولادنا؟ هلا ما كثير نحط بالبيت ممكن سكاكر ملونه، وما نبالغ بوضع البونبون اللي بنضيفه كثير للاولاد، لانه نحن اذا اعطينا الولد ممكن قطعه شوكولا افيد بكثير من البونبون. البونبون او السكاكر اللي هي عم تكون ملونه هي غنيه بالملونات، هي اللي بتاثر على ذاكره الطفل، وخصوصا اللون الاصفر. كندا اللون الاصفر اللي بيكون موجود الملون للبونبون هو اول شيء ممنوع طبعا، ممنوع من قبل منظمه الغذاء والتغذيه العالميه الا بكميات كثير بسيطه. هلا نحن هون اذا اخذ الولد بونبونه صغيره ما في مشكله، لكن المشكله بكثير اذا تناول بونبون ملون، لانه اللون الاصفر بيزيد من فرط نشاطه، بيصير طبعا بيركز اقل بالمدرسه وبيركز اقل خلال دراسته، لانه اللون الاصفر هو اثبت علميا انه هو كثير بيعمل فرط بالنشاط وقله بالتركيز عند انت الطفل. بتقصدي البونبون حصرا يعني، ولا بتقصدي انت كل أي انواع ملون الحلويات الملونات الغذائيه؟ تمام. لانه في هدول تبع الجليبونات، الجليبون، في الشطي مطي مدري شو اسمهم، يعني في كثير شغلات كتير، للاولاد فعلاً. عرفتي انه اللي هي يعني مو بس بيستسيغوها فبيفرضوا عليك انه انت تجيبيها. صح. هلا الملونات كلياتها هي بنسميها علميا هي شر لابد منه، يعني انت وين ما برمتي عم تلاقي فيه ملونات. ما في شيء طبيعي اقرب للطبيعي لما؟ تمام. ممكن اللون الزهر الفاتح هو اخف ضرر، واللون الاخضر اخف ضرر، لانه بيكونوا اللون الاخضر والاورانج والزهر عم يكون الاخضر ماخوذ من الكلوروفيل، الزهر عم يكون ماخوذ من الكاروتينز، مجموعه الكاروتينز، لكن الاصفر للاسف عم يكون شوي صناعي، مو شوي صناعي، هو اكيد صناعي. كثير بياثر على الجهاز العصبي عند الطفل، وخصوصي طبعا اذا تناوله بكميات بالغه. عشان هيك انا بنصح كل ام عندها طفل تخفف من الملونات. اي شيء تشتريه، البونبون في منه على شوكولا، في منه على قهوه، في منه شفاف ابيض، اوكي تجيبهم، لكن تخفف من تناول الطفل للملونات اذا كانت حابه انه ابنها كثير يطلع ذكي ونشيط. لازم ينتبهوا على هذا الموضوع ويركزوا على الحلويات الطبيعية قدر صح. الإمكان بشغل الإيد، يعني حتى بالمحلات بتكون ملفوفة صح. بطريقة مغرية للأطفال، بس تمام. مكوناتها تكون حتى في التمر اللي مغطى شوكولا كثير مفيد وكثير صحي بالبيت، ممكن نضيفه. حتى في مثلا حلو مصنوع الضيافه مصنوعه من السمسم، هي بكثير بتكون غنيه بالزيوت المفيده، كثير ممكن نحن نضيفها. يعني أكثر من قطعة باليوم؟ لا كله قطعة لا قطعة. تحكي كذا يعني قطعه خلص تمر ما تمر وحدة. 3 حبات كستنة وقطعه وقبضتك موالح. انا برايي نجيبهم باي زياره احمل يوم معك لانه ما راح تقدري. طيب هلا لما كمان في بدون عاده كاسه العصير لانه فيها سكر كثير. هلا في عاده كمان شوي نحن بنعتبرها انه هي سيئه وخاصه بالاعياد، هي فتره العشاء، يعني العشاء متاخر. هلا بالاحوال العاديه ممكن الواحد يقدر انه يعمل تنظيم بوقت العشاء تبعه، بس بالاعياد وخاصه لما بيكون في جمعه بيكون العشاء متاخر نوعا ما. صح. كيف هون مع التنوع يعني وغنى الاطباق شو الضرر اللي ممكن يصير؟ هلا انسام، اول شغله نحن لازم نتعشى بالايام العاديه. انت امتى بتتعشي بالايام العاديه؟ يعني قبل النوم قد ايه؟ ما في وقت محدد. ما في وقت محدد. هلا انا كثير بنصح انه يكون اخر وجبه قبل النوم ب4 ل5 ساعات، هي كحد ادنى. اول شيء مشان ننام مزبوط،
مشان يكون مشان يصير عندنا انتظام بعمليه الخروج، ما يصير عندنا امساك. وكمان مشان ما ننصح. بيحتجوا عليكي بالكنترول انه في يعني ما لهم موافقين. هلا اذا جاعوا بيقدروا بالفعل لانه في 4 ساعات ممكن يجوع الواحد. طيب هي حاعطيكي حلول كثير طيبه. فيكي تعملي بوب كورن بطريقه صحيه، بوشار بطريقه صحيه، زيت كثير قليل، واذا بدك لا تحطي ملح مشان الصوديوم، اذا بدك حطي رشه صغيره بسمح لك. وتاخذي بعد التحضير كوب يعني تقريبا قد هي الكاسه بمرتين. كوب هو كوب منيح بعد التحضير طبعا مو قبل. هيك بنتناوله بالسهرة. بنحط خس، جزر، جزرة واحدة طبعا مو أكتر لأنه في سكر، خيار. بحطوا صحن فواكه في تفاح وبرتقانة وكذا حصة يعني. على أساس إنه عم ياكلوا فواكه يعني ما بتنصر. هو طبعا الفواكه فيها كثير أكيد سعرات حرارية كثير غنية بالفيتامينات والمعادن، لكن ما ننسى إنه هي مواد سكرية. هلا هي طيب باليوم الخضار العادي شو اللي يعني مثلا في ناس بتحط مع الخس بتحط لك خيار، بتحط الجزر، قلتي بس جزرة كبيرة الحجم لأنه فيها السكر. ممكن ناخذ خس، خيار، ممكن ناخذ زبدية لبن خفيف الدسم. أول شيء بتخليكي تنامي نوم هانئ. ثاني شيء بتعطي كثير إحساس بالشبع لأنه غنية بالبروتينز والكالسيوم. شو رأيك، عجبتك هيك تسلاية حلوة؟ بس هي تسلاية قبل النوم وبعد الظهر. على كل نحن بدنا نشكر اكيد حضورك معنا لبنى نائلي، شكرا جزيلا للمعلومات اللي اعطيتينا اياها، بنتمنى كمان انه نتقيد فيها ان شاء الله حتقيد. شكرا كثير لك. شكرا لما صار وقت مشاهدينا ننتقل معكم لمتابعة موجز لاخر واهم الانباء.